لا شك في مثل هذه الأيام ومع بداية موجة صغيرة من موجات البرد والغيث النافع بإذن الله، لا شك أن المحافظة على الصلاة سيكون في امتحان كبير، ولا شك أن المصلي وخاصة صلاة الفجر سيبذل جهدا للقيام لهذه الفريضة، وللقائل بعد الظهر إلى العصر سيجد صعوبة للقيام للصلاة، وللمتعب من اليوم الكامل من العمل والأشغال سيجد الصعوبة لأن يصلي العشاء. أحببت أن أنوه إلى موضوع نقول عنه موضوع خطير، إلا أن تساهل الناس فيه كبير. أحببت أن نتحدث عن قول الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي أوقاتا معلومة محدودة. الصلاة لها وقت الدخول ولها وقت الخروج ولها الوقت الاختياري بين الوقتين، لكن يا كرام، إن مما عمت به البلوى هو عدم الحفاظ على الصلاة في وقتها. لذلك يقول الله جل وعلا في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف، أي خلف من بعدهم خلف أي أقوام وأناس، خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الله يعافينا يا رب. شوفوا مباشرة قارن ربنا عز وجل الصلاة بالشهوات، أضاعوا الصلاة اتبعوا الشهوات. ومن المستحيل أن المحافظ على الصلوات يقارن بالمؤخر للصلوات، فالمحافظ على الصلوات له نور يمشي به في الناس، والمحافظ على الصلوات له كفارات للخطايا والذنوب التي بين الصلاة والأخرى. والمحافظ على الصلوات هو الذي سيأخذ الله عز وجل بيده إلى طريق النجاة، لأن المحافظ على الصلاة قال فيه صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة ستكون له نور وبرهان ونجاة. من باب أولى الصلاة التي تنقذك من جهنم، من باب أولى أن الصلاة ستكون من أعظم الأسباب التي تبعدك عن شهوات الدنيا وعن طوامها. يقول ربنا عز وجل في كتابه المحكم في سورة الماعون: قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الويل هو واد في جهنم عافانا الله. يا كرام، أنبهكم إلى قول الله جل وعلا عن الذين قد دخلوا جهنم ما سبب دخولهم. لما سأل أهل الجنة أهل النار قالوا: ما سلككم في سقر؟ كان أول الجواب قالوا: لم نكن من المصلين. يا كرام، الصلاة لها مقدارها ولها شأنها، ولما كانت من أعظم ما أمر الله جل وعلا به الخلق فرضت من فوق 7 سماوات بلا واسطة. نزل جبريل عليه السلام إلى نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، علمه أمور الدين، وكان يعلمه ما يأمره به ربه عز وجل وينزل عليه القرآن، إلا أن فرضية الصلاة فرضها الله جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم. ليس بين الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجمان، وفرض عليه 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم كان السبب إنقاذها إلى 5 صلوات هو نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم. قال: يا محمد ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تقدر عليها. لأن سيدنا موسى يعني شاف الأقوام وشاف أنه ما يقدروا العبادة، حتى نزلت 5 صلوات. موضوعنا
هذه الصلوات يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع حي على الفلاح. استغفر الله. عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع حي على الفلاح فلم يجب فقد ترك سنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، لذلك قال: فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. شوف تخيلوا نكونوا ثلاثة، يولو كان نلعبوا بال ولا نادي الصريح، رانا في الجبل ندوروا ولا على طرف البحر، رانا حواسين ولا خدامين، وجا وقت الصلاة وحنا ثلاثة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقام فيهم الصلاة مباشرة إلا استحوذ عليهم الشيطان، لكل تارك ومؤخر للصلاة لم يؤخرها بسبب العمل، وكل يوجد أعذار لتارك الصلاة لهم الأعذار الشرعية. لكن الأعذار الواهية اليوم من الطوام التي أصبنا بها. نعطي مثال: يلعب الفريق الوطني كرة القدم وسبحان الله تحس شغل تعمد، يعني هذه الفيفا عموما تلفونا كاع، تخيل اللي يديروا دائما البالو فوق الصلوات، نعسوها مليح ونشوفوها، وش بليت وش يجيك شغل تبدا تفتي روحك، دوك انا نصلي وقلبي في شكون اللي ماركا وشكون اللي ما ماركاش، نكمل الماتش وبعد نصلي خاشع. هذه سبحان الله بليز هذه الدرجه مفتينا، هذه قالها لي واحد على كل حال، قال لي نبغى نصلي مرتاح نكمل الماتش باه نصلي، ولو كانت خسر الجزائر يصلي صلاه الجنازه. المهم عبد الله بن مسعود صحابي رضي الله عنه وارضاه له قول في من يؤخر الصلاه وفي من لا يصلي في المسجد من غير عذر شرعي. احنا اليوم صلاه العصر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله. قدر الله اليوم في صلاه العصر كانت كاينه الشتاء، صح ولا لا؟ عذر شرعي يجوز لك ان تصلي في البيت والجامع ماشي بعيد عليك وما راكش مشغول بزاف لدرجه انه تخلي صلاه، فلما تؤخرها عن وقتها؟ يقول عبد الله بن مسعود: ولو انكم، يعني يا ايها الناس، ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته، سمي بالمتخلف، قال: لتركتم سنه نبيكم صلى الله عليه وسلم، قال: ولو تركتم سنه نبيكم لضللتم. نروح لصلاة الصبح. صراحة أنا انتبهت اليوم في صلاة الصبح الجمعة، أحب صلاة وأفضل صلاة عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة. انتبهت أنه بعض شبابنا ما جاوش. السبب شنو هو؟ عمي مسعود وش السبب؟ لا عمي مسعود عبد، لأنه البارح احنا أصحابنا عندهم كل خميس في الليل يلعبوا البالو، الله يوفقهم، مش حرام البالو، لكن سبحان الله البالو في الليل تجي تعبان تشلل تروح. هنا البالو باتفاق أهل العلم الأوائل والنوافل أنه هذا البالو اللي حرام شرعا. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف قال: لا سمر بعد العشاء، ما كاش بصرة بعد العشاء. أهل العلم مش قالوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كنهى عن الحديث أو المسامرة بعد العشاء. السبب الرئيسي صلاة الصبح، هذا السبب الرئيسي. أهل العلم يقولوا أنه أنت تنوض الصبح بإذن الله وصادق نية، أسهر 3 تاع الصباح شغلك، بين قوسين تكون سهرة في المعصية برك اللي تمشي وغيرها. لكن بما أنه تخلي صلاة الصبح يولو كان تقرأ القرآن ما يجوزلكش. أنا احنا نقرأ القرآن وطلع لي الإيمان نفتح المصحف نقرأ الوحدة تاع الصباح، وش من الصبح نبدي باختصار عند الله صلاة الصبح خير من قراءتك للقرآن. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه تفقد أحدا في صلاة الصبح فلم يجده، فلما ذهب إلى البيت ودق وسأل اللي خرج ليه ولا الأم تاعو ولا، قال أنه كان يقوم الليل.
الشواجع. كان يقوم الليل، ما كانش ينشر، ما كانش يشوف في فيلم، وما كانش سهران في عرس، وما كانش على طرف البحر. كان يقوم في الليل كيقرب لحد الصبح عيا كذا داتو عينه، وهو نيته ينوض الصبح لكن داتو عينه عيا. دخلش ما كاش منها واحد يحب يقوم الليل يقول انا ما صليش في الجامع الصبح، ما كاش منها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه استنكر الفعل وقال لو انه نام وقام لصلاه الصبح. نمشي لاخطر حديث، وهذا الحديث يعني من باب، لا اقول من باب التخويف، لكن من باب الحق الذي نتعبد به الله عز وجل. شوفوا يا الكرام، النبي صلى الله عليه واله وسلم، تعرفوا حادثه الاسراء والمعراج، وان النبي صلى الله عليه وسلم عرج به واسري به. المهم بعد حادثه الاسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم يروي حادث الاسراء والمعراج، يروي انه فرضت عليه الصلاه. بعدها النبي صلى الله عليه وسلم يروي حادثه من الحوادث، وهي من اعجب الحوادث، انه قال النبي صلى الله عليه وسلم اتاني الليله اتيان وانهما ابتعثان. اتيان يعني ملائكه، الزوج اللي جاوه، وانهما قال لي انطلق. شوفوا كي مشى شاف جل الناس اللي يتعذبوا يوم القيامه واللي يتعذبوا في القبر، يعني المعاصي اللي يرتكبوها في الدنيا. احنا نحوسوا الموضوع تاعنا. شوف مش قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل منا حق له من يخاف على نفسه. شوفوا هذا المقام، هذا مقام الخوف من الله. وقت حنا جات قسرة الصباح والنهار، ان شاء الله انا نوض نخدم وراني عيان ان شاء الله 7:30 نوض. شوف الخدمه كي دير فهمونا لها، لكن الصبح نخلوه بحجه انه تعبان من العمل. حنا نشوفوا واش كاين. قال واذا المهم انطلقت معهما، ثم قال وإنا أتينا على رجل مضطجع أمتكن، وإذا آخر قائم عليه بصخرة. الصخرة يعني حجرة كبيرة، الصخرة ماشي حصى، حجرة كبيرة قائم عليه، هذا هو متكي شغل راكب صحنايا، والآخر فوقه بحجرة. قال وإذا هو يهوي بالصخرة برأسه فيثلغ رأسه. حجرة كبيرة يضرب بها الراس، وراسه شغل يتبلط كاع ويروح كاع صح. ثم قال فيتدهده الحجر ها هنا. معناتها الحجرة كطيح على راس السيد راسه مقسم، والحجرة تروح تدور، الآخر يروح يرفدها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيتبع الحجر فيأخذها، اللي كان رفدها وراحت له ربها يروح يرفدها، فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان. ما يجي السيد يجيب الحجرة ملهي يقولي هو ماذا قائم عليه حتى هذا رأسه يكون عاود تلاقي شغل مصاري والو شغل السطر عنده. قال فلا يرجع إليه، ثم قال ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به في المرة الأولى، ويبقى معه هكذا. وتخيلوا احنا لو كان حجر هذه الحديدة تاع الميكروفون يا جماعة، لو كان واحد طوك يضربنا بها كيفاه، واش ضربك بالصخره ويبقى يضرب فيك الى ما لا نهايه، الى وقت يعلمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم استفسره من الملكين قال انطلق. بعدها اعطوا له مشكل الحجج، اعطوا له هذه الحجه هذا السيد اللي واحد واقف عند راسه ويضرب فيها بحجره، والحجره تدحدح، ومن يجي يرفدها يقول لي هذه راسه يكون تسقم مش قلنا به والو. قال أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، يعني يضرب بالحجر، قال فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه، يعني يتعلم القرآن ويحفظ القرآن ويرميه ولا ما يطبخوش، الله يعافينا يا رب. بعد ايش قال وينام عن الصلاة المكتوبة. الصلاة المكتوبة وش هي؟ صلاة الضحى. وش هي الصلاة المكتوبة؟ هي الصلوات الخمس، الصلوات المفروضة، الصبح ظهر عصر مغرب عشاء. يا كرام هذه الصلاة، احنا دوكا نقوم ان شاء الله العشاء، بهجينا نصلوا العشاء باش نغفروا الرجال، هذا توفيق من الله. نختم بآية وبه ما انا نطيح واعر ولا تطيح واعر، والآية هذه فيصل بيني وبين الصفات تذكر. ربي قال
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. في آية أخرى قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أهل العلم مش قالوا باختصار تفيق روحك فيك صفة من النفاق ولا لا؟ وش هي في هذه الآية؟ إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. شوف روحك، سمى كل واحد فينا يراجع روحه. رانا خاوة نصلوا كيف لا يعني أنه كيما نمشي الصبح نقصر معك الصباح عادي كني قال والله ما نرجع إن شاء الله توض اتق الله. لا تعين الشيطان على أخيك. من بين الإعانة يقول لك ما نردش الصبح وما نردش الشهر، ما يعليش إن شاء الله توض غدوة والتثانيك تاع أيام الخدمة. مش من خدمة يا ناس، أعظم عمل هو طاعة الله، والخدمة رزق. وربي قال وأمر أهلك، تشوفوا الآية القرآنية قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، قال لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أعظم مفتاح رزق فوق الأرض هو الصلاة على وقتها، وأفضل الصلاة صلاة الصبح. والدينا بكري بين قوسين، والدينا بكري كانوا نوضوا يفتحوا البيبان، يقول لك قسام رزاق يعقوبها رزقناكم كاين ولا ما كانش عامل مسلم صح. تخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بركة أمتي في بكورها، وما أدراكم بمن يبكر بصلاة الصبح. الله يوفقنا إن شاء الله المحافظة على الصلوات. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعوا القول فيتبعوا أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. في الأي يعني البارح ولا ما نهضرهاش، لكن نعطي أنه خونا توفيق ربي يرحمه إن شاء الله، يعني شفتوا في رؤيا إن شاء الله ربي يرحمه وإن شاء الله يكون في خير، إن شاء الله يكون يتنعم في الجنة الأرض. لا نسأله بصالح الدعاء هو عمل بعد طيب. نسأل الله جل وعلا حتى موت حينا، نسأل الله جل وعلا أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يدخلهم الفردوس الأعلى. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم ارحم موتى حينا وموتى المسلمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.